سبب الرفض الاشتباك مع زميلاتها وعدم اللجوء للإدارة. عدم اللجوء للإدارة. بنت بعتالي تهديد مع اختي وهي اللي غلطانه. المفروض مني ان انا اكلمها ازاي؟ او ان انا معلش يا جماعه، انتوا اكيد حاسين بيا ان انتوا لما حد يهددكوا او حد يطبع لكم بالاذيه، في ناس اكيد الناس اللي حاسه بيا اللي هما ما بيروحوش يشتكوا على طول. يا جماعه انتوا حاسين بيا صح؟ لكن ده مش مبرر ان انا اتعاقب ابدا ابدا. اللي حصل يا جماعه انها دلوقتي في بنت ضايقت اختي بسبب اختها الصغيره. هما الاتنين اخوات صغيرين المفروض يحلوا مشاكلهم مع بعض. بدل ما يحلوا مشاكلهم مع بعض، الاخت صاحبه اختي جابت اختها الكبيره. انا لما عرفت ان هي جابت اختها الكبيره، طبيعيا جدا انا كاخت بحب اختي رحت انا كمان اقابل اختها الكبيره. مش مثلا رايحين بعض، ما تفهموش غلط، احنا في مدرسه كده كده مستحيل نعمل كده، لكن على الاقل راح اتكلم معاها انت بتعملي كده ليه. وعشان ما اكدبش عليكم، انا كنت عامله حساب ان هي لو زعقت انا كمان هزعل، لان هو انا مش هسيبها تزعق لي كده. فالمهم ان بعد ما الحوار ده خلص، حصل اللي حصل والموضوع ما كانش حد قوي والموضوع خلص. لكن بعد ما الحوار ده يخلص، الاقي اختي جايلي بتقولي ان وانا واقفه يا نور عند الكانتين، لقيت البنت دي بتقولي انا عامله لاختك مفاجاه كبيره، بتهددني. المهم ان الحوار ده وصل للاداره، وانا النهارده نزلت عند المديره انا والبنت دي واختي ومش عارفه ايه. البنت عشان ما اكدبش البنت اترفضت وخدت رفض لحد الامتحانات، لكن برضو ادوني رفض زي ما ادوها رفض. ادوني رفض يوم. انا مش بتكلم على اليوم، انا بتكلم على فكره ان انا اتعاقب اصلا. المفروض دلوقتي ان انا واحده اتهددت على الاقل كلمتين يهدوني انه خلاص حصل خير مش عارف ايه. ما انا برضو قعدت يومين يا جماعه بفكر اللي هو ايه اللي هيحصل لي. انا خايفه مش عارفه الضرب، مش فكره خايفه، انا مش عارفه الضربه هتجيلي منين. دي اكتر حاجه رخمه، انك تبقى عارف انك ايه هتتاذي ومش عارف هتتاذي ازاي. فبدل ما يتقال لي كلمتين يطبطبوا عليا، اترفض انا كمان. طب ليه؟ انتوا مش شايفين ان ده ظلم؟ يا ريت تقولي رايكم في الكومنتس. وبجد اللي حصل مع حاجه زي كده يا ريت يحكي لي. كان نفسي الفيديو النهارده يبقى مفيد اكتر من كده. كل سنه وانتم طيبين. قولوا معايا سبحان الله وبحمده على خلقه هو ده نفسي زي طرش يوم ده كلماتي. بحبكم قوي. باي.